اللي يضربك اضربه، ولو جيت المره التانيه قلت لي ان هو ضربك وانت ما ضربتوش انا بقى هوريك. طبيعي كل طفل في المدرسة بيتعرض للضرب، لأن الشقاوة بتاعة الأطفال في السن ده بتبقى طبيعية جدا. اللي مش طبيعي رد الأم ده، ان انا علشان اعود الطفل ان هو ياخد حقه ان انا اخليه يرد الضربة بالضربة، يرد الإساءة بنفس الإساءة. طيب المفروض انا في المواقف دي اعمل ايه؟ دايما انا بسمع ابني للاخر، اسمع الموقف حصل ازاي. اي موقف بين الطفل بيبقى عبارة عن بينج بونج، هو حاجة حصلت فرد عليها، فحاجة تانية حصلت من الطرف التاني فرد عليها، وبيفضلوا كده لحد ما الموضوع يكبر قوي ويوصل لخناقة. دايما اعود ابني ان انت في البداية بلاش تكبر الموضوع، ولو حد جاء ضايقك بحاجه اختصر كده الموضوع، اختصر الشر، وبلاش يقعدوا يخزنوا لبعض، لان السن ده وبالذات الصغيرين دايما